نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 194 القاضي بتكليف الدكتور رياض فريد حجاب بتشكيل حكومة جديدة. والدكتور حجاب من مواليد محافظة دير الزور عام 1966، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، وشغل منصب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور من عام 2004 وحتى عام 2008، ومحافظ القنيطرة من عام 2008 حتى شباط 2011، ومحافظ اللاذقية من ذلك التاريخ حتى تعيينه وزيرا للزراعة في الحكومة التي تشكلت بتاريخ 14 من الشهر الرابع عام 2011. والدكتور حجاب الذي اشتهر بين الوزراء بمتابعاته الميدانية، جاء تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الشعب في 7 من أيار الماضي، وفي ظل دستور جديد للبلاد أقره السوريون في استفتاء عام في 26 من شباط الماضي. وبالتالي ستتشارك الكتل البرلمانية والأحزاب الجديدة في ترشيح ممثليهم في الحكومة الجديدة للجمهورية العربية السورية. روسيا والصين تعلنان رفضهما القاطع للتدخل الخارجي في سوريا وفرض خيار تغيير النظام على السوريين. وأكد البلدان معارضتهما استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد ملف إيران النووي، وتؤكدان على الحوار والتشاور في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية. في أعقاب قمة ثنائية جمعتهما في بكين، حذرت الصين وروسيا في إعلان مشترك من تداعيات الأزمة السورية على دول المنطقة بأسرها، مؤكدتين أن تطورات الأوضاع في سوريا لها أهمية كبيرة لضمان السلام والاستقرار في دول الشرق الأوسط والعالم برمته. وجدد الجانبان دعوتهما الملحة إلى إيجاد حل سلمي وعادل للأزمة السورية بعيدا عن التدخل الخارجي، وذلك عن طريق وقف العنف من قبل كل أطراف النزاع وإقامة حوار سياسي شامل. وشددت الوثيقة على أن روسيا والصين تعارضان بشدة محاولات حل الأزمة السورية عن طريق القوة والتدخل الخارجي وفرض خيار تغيير النظام على السوريين من قبل قوى خارجية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. وأكد الإعلان أن روسيا والصين تثقان بضرورة تعزيز الدعم الدولي المتضامن للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا كوفي عنان، وبضرورة حث كل الأطراف على وقف العنف. وأكد الإعلان تأييد موسكو وبكين الكامل لضمان سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، والتزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعارض الجانبان في البيان المشترك استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد ملف إيران النووي وفرض أي إجراءات أحادية الجانب ضد إيران، فيما أكد البيان على أن الحوار والتشاور هما الوسائل الفعالة الوحيدة في حل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، وأن حماية السلام والاستقرار ونزع السلاح هناك تمثل تطلعا مشتركا لكل الأطراف المعنية. ووفقا للبيان اتفق البلدان على تعزيز التعاون لحماية المصالح المشتركة للبلدين في منطقة آسيا والباسفيك التي تلعب دورا يتزايد أهمية في الشؤون الدولية، ورحب بالتكامل والتعاون متعدد الأطراف في المنطقة، وهو ما سيفضي إلى التعددية القطبية والديمقراطية في العلاقات الدولية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن موسكو وبكين ستنسقان جهودهما بشأن سوريا، وخصوصا من أجل تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان. وقال لافروف في تصريحات للصحفيين بعد اختتام أعمال القمة الروسية الصينية، قال: لقد أكدنا تنسيق جهودنا مع الصين بالنسبة لسوريا وتنفيذ خطة عنان وقرارات مجلس الأمن التي صادقنا عليها. ودعا لافروف المعارضة المسلحة في سوريا إلى الالتزام بخطة عنان، معربا عن أمل روسيا في أن تقوم الجهات التي تحمي المجموعات الإرهابية في سوريا بثنيها عن محاولات عدم تنفيذ خطة عنان. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو تقترح عقد اجتماع للدول التي تملك تأثيرا واقعيا على مجموعات المعارضة في سوريا لإقناعها بضرورة التقيد بخطة عنان.
مشيرا إلى أن هذه الدول هي الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والدول الأساسية في المنطقة. وأوضح لافروف أن هدف هذا الاجتماع ينحصر في أن يتفق جميع اللاعبين الخارجيين دون السوريين في المرحلة الأولى على تنفيذ خطة عنان بصدق واستقامة ودون معايير مزدوجة. وتواصل فرق بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا جولاتها في عدد من المناطق. ففي ريف دمشق قام وفد المراقبين بجولة في مدينة القطيفة وبلدة الحيبة والتقوا الأهالي فيهما، كما توجهوا إلى قطنة ومن ثم إلى جديدة عرطوز، حيث عاين الوفد مكان انفجار عبوة ناسفة قرب مدرسة البنين المختلطة التي أدت إلى استشهاد العميد أحمد عبدو مرهج وعنصرين آخرين وجرح ضابط برتبة ملازم مجند و4 عناصر أثناء قيامهم بحماية المدرسة. واستمع الوفد إلى آراء الأهالي عن الحادثة. وإلى الحفة بريف اللاذقية، حيث استشهد العنصران علاء فريد الزباري ويوسف عايد الجنيد، وأصيب ضابطان برتبة نقيب وعدد من العناصر من قوات حفظ النظام بنيران مجموعات إرهابية مسلحة. وتصدت الجهات المختصة للمجموعة الإرهابية المسلحة وتمكنت من قتل وإصابة عدد من أفرادها. وفي البويضة بريف دمشق استشهدت الطفلة عفراء حسام أذان وأصيب مدنيان 2 وتضرر عدد من المنازل جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء إعدادها في بناء قيد الإنشاء يملكه الإرهابي طلال مروان أبو رمضان، وتستخدمه المجموعات الإرهابية المسلحة لتصنيع العبوات الناسفة. وفي حي الشيخ خالد بركن الدين بدمشق أصيب مواطن بجروح وتضررت منازل عدة جراء انفجار عبوة ناسفة في منزل الإرهابي موسى الرفاعي الذي يستخدم لتصنيع العبوات الناسفة. والإرهابي موسى هو شقيق الإرهابي محمود الرفاعي الذي قتل مؤخرا هو و2 من أفراد أسرته بانفجار عبوة ناسفة كان يقوم بإعدادها الأسبوع الماضي. وفي ريف حلب قتل إرهابيان عندما انفجرت عبوتان ناسفتان كانا ينقلانهما لزرعهما في بلدة حيان بريف حلب، كما تسبب ذلك بإصابة عدد من المواطنين المارة بجروح. وإلى دير الزور، فقد استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة بعبوة ناسفة خطا لنقل النفط تابعا لشركة الفرات للنفط عند منطقة عين علي جنوب قرية القورية، ما أدى إلى اندلاع حريق عند نقطة التفجير. وذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط أن خط النفط المستهدف ينقل النفط الخام من حقل عمر التابع لشركة الفرات للنفط إلى المحطة الثانية T2 وهو بقطر 24 إنشا. أكد المصدر أن الشركة أوقفت ضخ النفط في الخط لحظة الانفجار، لافتا إلى أن العملية الإنتاجية لن تتأثر بهذا الانفجار وأن الشركة لديها خطوط بديلة تستطيع ضخ النفط عبرها لحين إصلاح الخط المعطوب. وفي الحسكة عثرت الجهات المختصة قرب قرية العوض على طريق عام الشدادي دير الزور الشرقي على 9 عبوات ناسفة تتراوح زنة كل عبوة بين 65 و 35 كيلوغراما، معدة ومجهزة للتفجير. وقد تبين أن تلك العبوات معدة من قبل إرهابيين محترفين، حيث لوحظ أنها جاهزة للانفجار في حال قطع أي سلك موصول بها عن طريق الخطأ أو أثناء تفكيكها، وهي موصولة على تسلسل بحيث تنفجر جميعها دفعة واحدة. وقد تم إبطالها وتفكيكها من قبل وحدات الهندسة. وفي ريف حمص ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بالأسلحة أثناء محاولة دخولها من لبنان إلى سوريا من أحد المعابر غير الشرعية قرب قرية العرموطة بمنطقة تلكلخ بريف حمص. وأفاد مراسل الأخبار نقلا عن مصدر بالمحافظة أن الأسلحة المضبوطة شملت عددا من الرشاشات الثقيلة والبنادق الآلية وأجهزة اتصال متطورة، عددا من القنابل اليدوية وكمية كبيرة من الذخيرة. وفي حمص أيضا قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بحرق المحاصيل الزراعية من أشجار الزيتون وغيرها من الحقول المزروعة بالقمح بمنطقة الحصن، وقامت أيضا بقطع الطرقات في المنطقة لمنع المواطنين من مزاولة أعمالهم. مديريات الإطفاء في المنطقة قامت بإخماد الحرائق، إلا أن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار على رجال الإطفاء أثناء قيامهم بعملهم.
تقدم طلاب الشهادة الثانوية إلى مادة اللغة الإنجليزية في جميع المحافظات السورية وسط أجواء امتحانية هادئة. في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة العامة تقدم طلاب الشهادة الثانوية إلى امتحان اللغة الإنجليزية ضمن أجواء هادئة ومريحة، مؤكدين أن الأسئلة دقيقة علميا وتراعي المستويات كافة. بدورهم القيمون على العملية التربوية اتخذوا جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية، إضافة إلى تعاون الجهات العامة من خلال تجهيز المراكز الصحية الخاصة بالحالات الطارئة. بلغ عدد المراكز في مدينة إدلب فقط 80 مركز امتحاني، وباقي المراكز الامتحانية جمعت في مراكز المناطق. عدد المراكز الامتحانية لهذا العام 470 مركزا امتحانيا في الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي العام والمهني. تسير امتحاناتنا لهذا العام دورة العام 2012 بشكل جيد حتى الآن. الحمد لله سير العملية الامتحانية كويس، والأوضاع إن شاء الله هيك إنه كويسة كمان. أجواء الامتحانات المراقبين إنه في يعني اهتمام وفي يعني شوي، وكمان كويسة كمان المراقبة والأسئلة سهلة. لا ما في إزعاجات بالمرة طاول. الأسئلة كله تمام، المراقبين كانوا تمام وما كان في أي إزعاجات، بس كان في شوي صعوبة بالأسئلة. الأسئلة كانت سهلة وواضحة وما في أي شيء صعب. كيف كانت الأسئلة؟ منيحة سهلة يعني ما كتير وسط، إنه فيها سهل وفيها صعب. الأسئلة منيحة يعني ماشي الحالة. صعبة ولا سهلة؟ لا يعني في منها هيك وفي منها هيك، متوسطة، في منها صعب وفي منها سهل. الوضع هون كتير منيح وما في إزعاجات أبدا، وقدمنا الفحص والوضع كتير هادئ. سوريا التقدم والحضارة حفزت أبنائها على العلم والمعرفة لاستكمال مسيرة البناء وصياغة مستقبل واعد ومزهر بسواعدهم القوية وعقولهم النيرة. تواصل أحزاب وفعاليات سياسية وإعلامية عربية ومحلية إدانتها لقرار مجلس الجامعة العربية منع بث القنوات الفضائية السورية على قمري عربسات ونايلسات، مؤكدة أن القرار يستهدف إسكات الصوت المقاوم. تتواصل الإدانات الشاجبة والرافضة لقرار الجامعة العربية منع بث القنوات الفضائية السورية على القمرين عربسات ونايلسات. الأحزاب السياسية الموريتانية أكدت أن بعض الأنظمة العربية العميلة استنزفت كل الطرق لإسقاط سوريا من خلال الضخ الإعلامي والمالي للعصابات المسلحة وتضليل الرأي العام العربي والدولي، وتنتقل اليوم إلى إسكات الصوت السوري المقاوم لمشروعها التدميري في سوريا. كما اعتبرت حركة الاشتراكيين العرب قرار الجامعة محاولة لخنق صوت الحق وخرق فاضح لكل مواثيق الشرف الصحفية. المؤتمر العام للأحزاب العربية أكد أن الجامعة العربية تمعن في الانحراف عن المسار الذي يخدم مصالح الأمة وقضاياها الرئيسية، منحازة إلى مخطط أعداء الأمة، حاصرة همها في مواجهة سوريا وتفتيتها. ويواصل الإعلاميون السوريون في الحسكة ودمشق اعتصاماتهم أمام المراكز والمؤسسات الإعلامية السورية، معتبرين القرار عدوانا سافرا لتغييب صوت سوريا. الإعلام السوري عراهم، أربكهم، كشف فضائحهم، ولذلك هم يريدون طمس الحقائق. لن تستطيعوا إسكات صوت الحق. هؤلاء الشباب الذين عملوا على تفنيد التضليل الإعلامي، الذين عملوا في مساحات الإعلام الإلكتروني، في مساحات التواصل الاجتماعي، سيقولون دائما لا، سيظهر الصوت ولن تستطيعوا بقرارتكم إسكاته. قرار يحاولون من خلاله أن يؤسسوا لأحاديتهم الإعلامية التحريفية التحريضية للتغطية على جرائمهم التي يصدرونها إلى سوريا، لكن الشعب السوري بشبابه وشيبه، إعلاميه وداعميه، أكدوا أن صوتهم وصل وسيبقى.